السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جريد 1؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض باقي شرح لسون 1 اللي بدأناه المرة اللي فاتت. وانتوا عارفين ان لسون 1 كان بيتكلم على الجودز اللي هي البضائع. يعني ايه البضائع؟ اي حاجة بنشتريها او بنبيعها بنقول عليها جودز. وعرفنا ان الجودز دي ميد يعني بتتصنع. تمام. طيب النهارده بقى هنكمل بقيه الليسون بتاعنا. لو انت ما شفتش الجزء الاولاني ممكن ترجع وتشوفه. طيب هنا بيقول لي التايتل بتاعنا بيقول ايه؟ How a pencil is made. How a pencil is made. How a pencil is made. يعني القلم الرصاص ده بيتصنع ازاي؟ مش احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان البنسل بيتكون من 3 اجزاء؟ تمام، وكل جزء جاي من مكان معين. يعني القلم الرصاص فيه ريزر، فيه استيكة، ودي عبارة عن رابر مطاط، ودي جاية من ايه يا ولاد؟ بتبقى جاية من شجرة. وعرفنا ان البادي جسم القلم عبارة عن ايه؟ وود، خشب، وبيبقى جاي من تري، من شجرة. وعرفنا ان الجزء اللي هو السن بقى بتاعه، تمام، ده بيبقى عبارة عن حاجة اسمها الكربون او الجرافايت، اللي هو حاجة زي الفحم كده. اذا البنسل بيتكون من ميني بارتس، من اجزاء كتيرة. طيب تعالى نشوف بالبنسل بقى. how the pencil is made. how a pencil is made. طيب الاكتيفيتي بتقول ايه؟ colors the picture to show the stages of making a pencil. لون الصور دي عشان توصل للمراحل اللي القلم اتكون بيها. طيب تعالى نشوف المراحل بتاعتنا ازاي. اول مرحله عندي التري، كان معانا شجره. تمام، كان معانا شجره. طيب وكان عندنا حاجه اسمها الاندر جراوند ماين. ده منجم تحت باطن الارض. المنجم ده كان فيه الجرافايت اللي هو الفحم. عارفين الفحم اللي احنا بنشوي بيه ده؟ ما هو القلم الرصاص من الحته اللي احنا بنكتب بيها دي جرافايت. يبقى اول حاجه كان معايا شجره. كان معايا ايه؟ كان معايا شجره. الشجره، وكان معايا اندر جراوند ماين، معايا جرافايت، يعني فحم موجود تحت باطن الارض. تمام. طب الخطوة التانية، رحنا واخدين الوود، الخشب، من التري، من الشجرة. تمام، اخدنا الوود الخشب من التري، واخدنا برضو الربر المطاط ده برضو جاي من التري، من الشجرة. والجرافايت اللي هي سن القلم اللي بنكتب بيه، ده احنا جبناه من الاندر جراوند ماين. يبقى القلم ده عبارة عن 3 حاجات، في 3 مكونات. في وود اللي هو الجزء الخشب اللي هو بيبقى في النص ده، وفي الاريزر الاستيكة اللي هي بتبقى رابر مطاط طرية كده، وفي الجرافايت ده سن القلم اللي بنكتب بيه. تمام كده؟ تمام. طيب معانا ايه تاني؟ ودينا الحاجات دي كلها الفاكتوري وديناها المصنع. يعني ودينا الوود الخشب، والربر المطاط، والجرافايت اللي هو الفحم، كل دول اخدناهم وبعتناهم الفاكتوري، المصنع. طيب عشان يصنع ايه؟ يصنع لي في الاخر البنسل. اذا البنسل ده مكون من 3 بارتس، 3 اجزاء. الاريزر الاستيكه، ودي عباره عن ربر مطاط، يعني حته طريه كده، وجاي من التري، جاي من الشجره. والجزء ده وود خشب، ودي برضو جاي من التري. اما السن ده بقى يا ولاد، ده عباره عن جرافايت. الجرافايت اللي هو الكربون او الفحم، الجزء اللي احنا بنكتب بيه. يبقى احنا عرفنا ازاي البنسل بيصنعوه. تمام. وبرضو بدأنا المرة اللي فاتت بدأنا نتكلم عن حاجة اسمها النيدز اند وونتس. يعني ايه نيدز؟ النيدز يعني الاحتياجات، الحاجات اللي انا في حياتي ما اقدرش اعيش من غيرها. يعني ممكن يحصل لي حاجة لو ما حصلتش عليه، زي المية مثلا الفود والووتر، دول نيدز يعني حاجات هيلب تو سرفايف، هتساعدني ان انا اعيش. لكن في حاجه اسمها وونت، دي حاجه انا عايزاها، بس انا لو ما اخدتهاش مش هيحصل لي حاجه. يعني مثلا انا نفسي في شوكولاته، عايزه شوكولاته، تمام، هل انا لو ما اكلتش شوكولاته هموت؟ لا طبعا، فدي اسمها وونتس. طب انا نفسي اجيب عجله، نفسي اجيب كوره، هل انا لو ما جبتش العجله او ما جبتش الكوره، تمام، هيحصل لي حاجه؟ لا مش هيحصل لي حاجه. فانا عندي فرق ما بين حاجتين، النيدز الاحتياج الاساسي، ده اللي ممكن اموت من غيره، زي الفود والووتر، الميه والطعام. والوونتس الحاجات اللي هي الرفاهيات اللي مش شرط ان انا اجيبها. تمام. قال لي بقى الوونتس الحاجات اللي انا عايزها دي are things that are nice to have، يعني هتبقى حاجه كويسه جدا لو هي عندي، but are not needed to survive، انت مش محتاجها عشان تعيش. يعني الكوره مثلا مش هتعمل لي حاجه، مش هتخليني عايش، صح ولا لا؟ العجله مثلا او الدراجه دي برضو مش هتخليني عايش. لكن لو مثلا انا ما عنديش ووتر، ما عنديش ميه، هموت. طب لو ما عنديش فود هموت. اذا انا عندي حاجات اسمها نيدز احتياجات، وعندي وونتس. طيب تعالى نشوف مثلا هنا النيدز مثلا الاحتياجات زي ما هو جايبها لك في الصوره، الفود والووتر، الكلوزز الملابس، والهاوس البيت، انا محتاجه بيت ومحتاجه ملابس ومحتاجه اكل وشرب، صح؟ طب الوونتس بقى الرفاهيات اللي مش شرط تكون عندي، الموبايل والبايسكل، وعندي طبعا الكاندي او السويت الحلويات، دي وونتس وليست نيدز.
طيب تعالى بقى نشوف برضو نفس الفكره. البنسل اللي هو القلم الرصاص احنا اتكلمنا عنه 100 مره. طيب الجزء اللي فوق اسمه ليد، اللي هو سن القلم ليد، وده مصنوع ميد اوف جرافايت، جاي من اللي هو الكول، الفحم اللي اسمه الجرافايت. تمام. وده جاي من الاندر جراوند ماين، اللي هو المنجم اللي في باطن الارض. يبقى احنا عندنا البنسل ده، القلم الرصاص ده، الجزء اللي احنا بنكتب بيه اسمه ليد رصاص، وده جاي من الجرافايت. الجرافايت ده كان موجود فين؟ في الاندر جراوند ماي، في منجم تحت في باطن الارض، يعني طلعناه من باطن الارض. طب الجزء ده وود، اسمه البادي، ده جسم القلم، البودي بتاعه، وده مصنوع من الوود، والوود جبناه من التري، من الشجره. الخشب بيجي من الشجره. طيب دي اسمها الاريزر، اللي هي الاستيكه، ودي مصنوعه من الرابر، المطاط زي الكاوتش، الحاجات الطريه دي رابر، ودي جايه برضو من الرابر تري، في شجره. تمام. هي اللي بنصنع منها الرابر ده. تمام. يبقى انا عندي البنسل عباره عن 3 اجزاء، والحاجات دي احنا شرحناها المره اللي فاتت برضو في البارت 1 في الجزء الاولاني. يبقى عندي الليد اللي هو سن القلم، وده جاي من الجرافايت. تمام. وعندي البودي ده عباره عن وود خشب، وده جاي من تري. وعندي الاريزر الاستيكه دي رابر مطاط، ودي جايه من الرابر تري. تمام. تمام. طيب بعد كده بيقول لي تايبز اوف جودز، انواع البضائع. مش احنا قلنا اي حاجه بنبيعها ونشتريها اسمها جودز، اسمها بضاعه. تمام. يبقى انا عندي حاجه اسمها تايبز اوف جود، انواع البضائع اللي موجوده عندنا. طيب خلينا بقول هنا كلاسيفاي يعني هنقسم الفولوينج ايتمز، الحاجات دي ان تيبل بلو، يعني هو مديني شويه ايتمز، شويه حاجات، بيقول لي كلاسيفاي، قسمهم. طيب هنقسمهم على اساس ايه؟ طيب هو مديني تي شيرت، ومديني فش سمكه، ومديني توي كار سياره لعبه، ومديني فروتس فواكه، ومديني اللي هي التوث براش اللي هو معجون الاسنان، ومديني الكوت اللي هو الجاكيت، ومديني الكوم اللي هو المشط، ومديني البول الكرة. طيب تعالى نعمل لهم كلاسيفاي. يعني ايه كلاسيفاي؟ يعني هنقسمهم لفود وكلوزنج وتويز وهيجين يعني حاجه لصحتي. تمام. طيب تعالى اول حاجه نشوف التي شيرت هحطه فين. التي شيرت هحطه في السي اللي هي الكلوزز، تمام. طيب الفش هحطه فين؟ الفش اف، فود طعام. طب التوي كار، السياره دي تويز العاب، تي يعني تويز. طب الفروتس اللي هي الفواكه اف، فود، الفواكه فود. طيب التوث برش معجون الاسنان، دي حاجه للهيجين، هيجين يعني صحتي، هتخلي اسناني قويه، يبقى اتش هيجين. طيب الكوت الجاكيت بتاعي ده كلوزنج ملابس، يبقى سي كلوزنج. طب الكومب المشط ده للهيجين، انا بسرح بيه يبقى هيجين اتش. طب البول الكرة تويز يعني لعبة. يبقى احنا كان عندنا ايتمز مجموعة من الحاجات، وعملنا لها كلاسيفاي، صنفناها، يا اما فود اكل، يا اما كلوزنج ملابس، يا اما تويز العاب، يا اما هايجين حاجة لصحتي. تمام.